سادة المشاهدين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في هذه الحصة الجديدة من برنامج قضايا التي نبثها لكم من استوديوهات التلفزيون الوطني للجمهورية الصحراوية من شهد الحافظ بوجمعة. أهلا وسهلا بكم في هذه الحصة التي سنخصصها للإعلام ودور الإعلام ومهمة الصحفي. هل في مرحلتنا الحالية نحتاج صحفي محترف؟ هل نحتاج صحفي طبيعي عادي على غير صحفي العالم، أم نحتاج صحفي مناضل، صحفي ثوري، صحفي يحمل قضية؟ كيف نجسد ذلك؟ ما المطلوب من الإعلام في هذه المرحلة، خصوصا ونحن نستأنف الكفاح المسلح وندخل السنة الرابعة من استئناف هذا الكفاح المسلح الذي هو الطريق الوحيد كما أكد المؤتمر الشعبي العام السادس عشر لتجسيد إرادة الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال. لتسليط الضوء على هذا الموضوع معي مشكورا الإعلامي البارز الأخ الحسن بلسان. الأخ الحسن بلسان، أهلا وسهلا بك، وأتشرف باستضافتك في أول حصة تقريبا في التلفزيون الوطني، لأنها الفرصة إذا نحاول أن نستغل الفرصة في تواجدكم هنا بالمخيمات لتساهم معنا أيضا في خلق هذا الرأي وفي نقاش دور الإعلام. إذا كما سمعت الأخ الحسن في التقديم أننا عن ماذا نبحث؟ يعني ما دور الإعلام؟ الإعلام واجهة، من انتصر إعلاميا انتصر سياسيا وانتصر عسكريا. إذا ما المطلوب من الإعلام في المرحلة الحالية؟ شكرا جزيلا الأخ محمد سالم. أولا لابد أن نحييكم من خلالكم نحيي الإخوة هذه المؤسسة الوطنية التي نتمنى لها يعني التقدم، ومن خلال كذلك العاملين بقطاع البصري والسمعي والمكتوب. نحيي كل المنضويين تحت هذه المدرسة الإعلامية الوطنية التي أسست بالدماء والدموع، وكانت حقيقة قدوة في تكوين وتأهيل الإطار الصحراوي، والذي كان له حضور على في جميع المؤسسات وخاصة الدبلوماسية. يقينا أن دور الإعلام خاصة بالنسبة لحركة التحرر له دور بارز جدا، ولكن إنصافا كذلك أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء والجديدة منذ تأسيسها كانت تدرك قيمة الإعلام وأهمية الإعلام، وقد ساهم مساهمة فعالة في أولا تنوير الرأي العام الوطني، وكذلك في تأسيس هذه المنظومة الإعلامية الصحراوية، والتي بدأت في وسائط ربما بالنظر إلى شح الإمكانيات إلى غير ذلك، بدأت في ظروف كذلك معروفة جدا، ولكن بإرادة المناضلين تحديدا، بعصامية المناضل الصحراوي، بعصامية الإطار الصحراوي، استطاعت أن تؤسس لبنة مؤسسة إعلامية ساهمت مساهمة فعالة في الدفع بالكفاح الوطني وفي تأسيس واستشراف كذلك العمل الإعلامي الوطني. وأظن أن الاحتلال المغربي على لسان الحسن الثاني نفسه يعني اعترف بقيمة المؤسسة الإعلامية، واعترف خاصة الإذاعة الوطنية التي كانت اليوم. بالأكيد أن الإنسان الصحراوي كذلك يتطور شأنه شأن كل شعوب العالم، يدرك يعني قيمة الإعلام، ويدرك أهمية كذلك التفاعل والتحديث والتماشي كذلك مع هذا التطور الحاصل على مستوى الإعلام بمفهومه الشمولي. وأظن أن تأسيس التلفزيون الوطنية كان في هذا الخدم، وإدراكا من الجبهة ومن الدولة الصحراوية بأنه لا بد كذلك أن تكون لنا واجهة. ولكن بالنسبة لنا تبقى وجهة نظري، أنا أظن أن الإعلام هو قبل كل شيء صحيح بأنه يعني مسؤولية، ولكن مسؤولية بالنسبة لنا نحن كصحراويين مسؤولية لها خصوصيتها بالنظر أولا العديد من العوامل، بما هو ذاتي وبما هو كذلك موضوعي. لكن قبل أن ندخل في هذه التفاصيل، يعني نحن نعرف أن عندما نقول جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مسؤولية الجيش الوطني الجيش الشعبي الصحراوي هو التحرير ياك. مسؤولية الأرض المحتلة هو النضال والنضال إلى غير ذلك، ومقاومة النضال وتصعيد النضال وتكيفه مع كل مرحلة. مسؤولية المناضل في المخيم هو على أنه يعمل على تقوية مكاسب الدولة الصحراوية، توسيعها، شموليتها، وإعداد المشروع الوطني للإعداد الجيد. مسؤولية الدبلوماسية والمعركة. ما هي مسؤولية الإعلام؟ أولا مسؤولية الإعلامي الصحراوي أولا الحفاظ على معنويات المناضلين الصحراويين على الشعب الصحراوي، مسؤولية أساسية جدا، وخاصة بأنه له ركائز يفتقدها الاحتلال المغربي، وأنه الحجج الدامغة قوية جدا التي تجعل له المرافعة، ولكن بناء على الحجج الدامغة وتفنيد كل افتراءات وادعاءات الاحتلال المغربي، وخاصة فيما يخص جميع التضليل إلى غير ذلك. ثم الأساسي كذلك المساهمة في رفع الحصار المفروض على القضية الوطنية. والأهم من ذلك هو أنه الإعلامي الصحراوي مفروض عليه
بصرف النظر عن مواقفه السياسية في جملة من القضايا مفروض عليه أن يمارس نوع من النوتو كنترول، نوع من المراقبة الذاتية، لأن هذه المراقبة الذاتية تمليها أو يمليها الواجب الوطني. هذا لا يعني بأنه لا يمكن أن يعالج القضايا، ولكن يجب أن يعالجها يعني بموضوعية وبكذلك بنوع من النبل، لأن الإعلام الآن، وهذا ربما نفتح في المجال ويعني ممكن أن نناقشه بكل موضوعية. بالنسبة الآن المنضويين في الناشطين في هذا الفضاء الإعلامي الصحراوي، عليهم بل من واجبهم أن يدركوا بأن هذه المؤسسة الإعلامية الصحراوية أو هذه المدرسة الإعلامية الصحراوية هي مدرسة ترافع عن قضية نبيلة، وبالتالي المرافع عن القضية النبيلة يجب أن يكون في أرقى الصور وفي أرقى القيم وبأسلوب راقي، وخاصة أننا لا نفتقر الأسلوب التي يمكن أن تشرع لنا أي مرافعة كانت، خاصة في شقها الإعلامي. الإعلامي ما هو التجريح، الإعلامي ما هو التشهير، الإعلامي ما هو الأسلوب الساقط، الإعلامي ما هو المعالجات يعني وخصوصا عنده الحجج، وخاصة حتى لو نحن نرافع، حتى لو نهاجم الاحتلال المغربي يجب أن نهاجمه بأسلوب. نحن لما نكون على حق يعني ماذا نخشى؟ أنت تكون على حق وتأتي بأسلوب منحط جدا تفقد حتى حقك بأنك ترافع على الحق، وخاصة نحن الإعلاميين، وهذا هو اللي نجح المدرسة الإعلامية الصحراوية. لا ما عليها شأنها شأن الواقع العام، ولكن بخصوصيات وظروف قاهرة إلى ذلك، ولكن أنا نظن عن المدرسة الإعلامية الصحراوية، الإعلام إنصاف الإعلامي الصحراوي استطاع أن يحضر القضية الوطنية في الشق الإعلامي على جميع المستويات، وبعصاميته وبإيمانه بعدالة قضيته وبقوة حججه. إذن نبقى في تحديد مهام الإعلامي. مهام الإعلامي هي كما قلت رفع المعنويات، المرافعة على القضية الوطنية والتحسيس بها والتعريف بها، مواجهة والرد على دعاية الاحتلال اللي فارغة قالبية لا كذب، المساهمة في رفع الحصار الإعلامي المضروب على المنطقة، تعريف بالدولة الصحراوية ومؤسساتها والشعب الصحراوي ومكاسبه. إذا تقريبا بالنسبة لك هذه هي المهام الكبيرة المطروحة على الإعلام. هو في الحقيقة هي القضية الوطنية قضية متشعبة، ومن واجب الإعلامي أن يكون حاضرا في كل القطاعات وفي كل المسار الكفاح الوطني، حتى على مستوى ممارسة، يحسس ويعبي ويوجه ويعرف ويعالج وينبه ولا حتى لا وينتقد، لأن من مبادئ الجبهة هو النقد، ولكن يجب أن يكون نقدا بناء، وأن يكون نقدا موضوعيا، وأن يكون كذلك نقدا يفيد أكثر ما يضر، لأن النقد ليس أن تهاجم عمرة أو أن تهاجم زيدة أو أن تهاجم مؤسسة الماء. وكذلك أنا أنتقد ولكن أقدم البدائل. طبعا أقدم البدائل، لأن أنت تنتقد لأنك عندك ملاحظة في قطاع ما، عندك ملاحظة في قطاع ما ترى بأنه دور تفتح عيون الجبهة وعيون القيادة على أنه راهو خالق مشكل له ردوا معاه البال، راهو خالق شي هوك ردوا معاه البال. طبعا ماذا أخشى أنا؟ هذا التنظيم السياسي، شنو دور التنظيم السياسي؟ لا هو إذا خالق نوع من التوافق ليلتعود وقائم أصلا بين التنظيم السياسي وبين الإعلام الوطني. ذراع الإعلامي التنظيم السياسي، يعني ما خالق تنظيم سياسي بدون إعلام، وهذا هو ذراعه. والتنظيم السياسي لا يمكن له أن يسوق أي مواقف بدون الإعلام. طيب إذا كان الإعلام الوطني وفق في المرحلة الأولى، مثلا في المرحلة أنت ذكرت بداية وذكرت على الجبهة على وعي منذ البداية بأهمية الإعلام، وفي هذا الإطار أسست 10 ماي وأسست 20 ماي وأسست الصحراء الحرة والإذاعة الوطنية وصوت الصحراء الحرة إلى غير ذلك، وتمت ماشية، وهي ماشية تبني بنات التلفزيون الوطني، الوكالة والتلفزيون الوطني وسعت وعادت المؤسسة الإعلامية متكاملة. لكن حسب ما نفهم على أنه مثلا الإعلام نجح في مرحلة معينة إلى مثلا 91 92 93 نجح، لكن ضريك من عند مثلا وقف إطلاق النار، هل نجح الإعلام في يعكس الحقيقة ورافق القضية الوطنية، والله ما نجح الإعلام في رافقه؟ وعلاه؟ محمد سالم، أنت تدرك كما يدرك المشاهد الكريم خاصة ابناء الشعب الصحراوي بأن ظروف قبل 91 96 ليس هي ظروف بعد 91، يعني بمعنى أنه ظروف الحرب ليس هي ظروف السلم، وبالتالي ظروف الحرب كانت تفرض على أي إنسان الانخراط الكلي، والناس منشغلة لأنه لا يعقل على أي مناضل صحراوي بصرف النظر عن أي مسؤولية هي منوطة له أن يعود المقاتل يواجهه بالنار وعاطي صدره للنار، وأنت في مؤسسة إعلامية أو في مؤسسة أخرى لا تقدم أو لا تتناغم في عطائك مع ما يقدم هذا المقاتل الصحراوي. وأظن أن الإعلام الصحراوي نجح
إلى حدود كبيرة جدا في مرافقته في الحرب وخاصة في الحضور القضية الوطنية. والإعلام الوطني كان هو المرجعية وكان هو المصدر لكل الإنجازات التي كانت تحققها القضية الصحراوية، ليس فقط الشق العسكري ولكن الإعلامي والسياسي الاجتماعي إلى غير ذلك. ثم ظروف كانت أخرى بعد وقف إطلاق النار واللي يعني كانت له تداعيات. المرحلة الثانية مرحلة تحديد الهوية، مرحلة تحديد الهوية إلى غير ذلك. ربما تغيرت الأولويات، في التعاطي مع سيرورة الكفاح وفي التعاطي كذلك مع المسار الذي يؤدي إلى الاستقلال. لا هي تغيرت، ربما تغيرت. وبالتالي تغيير هذه الأولويات وتغيير ترتيب الأولويات ربما كان له تأثير على العطاء. ليس عضو منصف راه ولا في القطاع الإعلامي، مجموعة من القطاعات لأن كانت الأولويات يغرم مالي كان إدراك بأن ضريك جايسين ذا الشهور وجايسين ذا. ورغم ذلك كان ورافق المعركة. نعم، ورغم ذلك كان الإعلام حاضر يعني في مسايرة هذا التغيير اللي طرأ في المنحة يعني فيما يخص في الأولويات. بعد ذلك كانت يعني جملة من العوامل ذاتية وموضوعية باش نعودوا منصفين، يعني خلات نوعا ما، لا أنا لا يمكن أن نسميه ركودا، ولكن ربما نوع يعني من ما هو بيك الاندفاع بالقوة. هدنة ولكن هي تهدئة بطيئة جدا، ولكن كان السير خالق. وربما لا شاطرنا بعض الإخوة، راه وجهة نظري تبقى طبعا متواضعة. وبالتالي وقعت بعض العوامل الذاتية والداخلية أو موضوعية إلى غير ذلك ساهمت شيئا ما في السيرورة. ضيف على ذلك تغير حتى المفهوم العام للإعلام باش نعود مصيب، لأن دخل السوشيال ميديا ودخل الانترنت يعني الانترنت لا عاد بعد سنة حد أنا عاد تدخل، وبالتالي دخول حتى تعاطينا احنا كصحراويين على مستوى دولي فرض علينا كذلك نغير حتى احنا في التعاطي. والدليل عنه تم بعد ذلك إدراك قيمة الوكالة، تم إدراك التلفزة إلى غير ذلك، وأسست هذه المؤسستين والمواقع. وبعد ذلك دخلت يعني هذا السوسيال ودخل هذا وعاد. وصحراويين أصلا طبيعة كاريزما الإنسان الصحراوي تعاطيه مع دائما يعني طيب في استقباله لأي شيء، به ما يتصور عن رجاجة يقول شيء خاسر عن الهم العام. وبالتالي تطورت. وخلينا نقول احنا بشر، فينا ما يخطي، في اللي عنده خلفيات، في اللي عنده كذلك يعمل، في اللي عنده مواقف ذاتية، في نرجسية، وتخلط هذا. ولكن هذا لا يعني بأن الإعلام الوطني، بالعكس هذه المرحلة نظن عنها أنجبت قمة الإعلاميين الصحراويين اللي مروا في الوكالة ومروا في الإذاعة ومروا في التلفزيون وبالتالي خالقين الإعلاميين الصحراويين، وأنتجت مؤسسة نقول قوة من الأطر الإعلامية الصحراوية، وهي محتاجة نظن عنها فقط الجمع شبهها ولا تكون عطاها أكثر. ولكن رغم ذلك القضية الوطنية كانت حاضرة، المؤسسة الإعلامية لها ما عليها كباقي. أنا بالنسبة لي لا تشكل لي عقدة إطلاقا أن نقول عن المؤسسة الإعلامية ولا أي مؤسسة من مؤسساتنا الوطنية لها ما عليها. حد منصف ويعرف طبيعة الشعب الصحراوي وتعرف صح الإمكانيات وقدرة الشعب الصحراوي يقول شكرا للإخوة الصامدين في هذه المؤسسات الوطنية واللي رافعين الحقيقة لواء المرافعة للقضية الوطنية وفي حضور القضية الوطنية. احنا خلق محطات مثلا. انت تكلمنا عن مرحلة الكفاح، المرحلة الكفاح الأولى يعني كان الإعلام بارز وكان قوي، غير ملي كان بارز خلال التسعينات مرافقة كيف قلت المسار التسوية الأممي ومواكبته، كان بارز جدا في مرافقة الانتفاضة، مرافقة انتفاضة الاستقلال، كان بارز جدا. لكن أنا ندورك تقيم لي المرحلة الآن بعد السنة كيف المسلح، هل الإعلام قبض مكانته اللي يقبض في ذي المرحلة عقب 20 اللي هي 13 نوفمبر 2020 والله ما قبض مرحلته؟ وكان فهمنا دورنا كإعلاميين، ورأي ما نقول كإعلاميين تشمل الإعلامي المختص والهاوي والمتطفل حتى والمدون وذا كامل، يعني كامل تشملنا كاملين، تشمل كلمة الإعلاميين الصحراويين. إذا كنا مستهدين والله ما مستهدين. عقب عودة الكفاح المسلح نظن عنه هاي مسؤولية، نظن عنه مستهدية فيما يخص عن مدركين قيمته
مجتهدين حتى وعارفين قيمته، ولكن يجب أن نمر الخطوة أخرى، يجب أن نجسد هذا الفهم وهذا السهدي في إطار شيء ميداني. شنو فتو ذلك؟ ايه نقول أولا لابد لي أن أشيد بإعطاء الإعلاميين الصحراويين بالأرض المحتلة. لابد أن يشيد، لأنه هذا الطاقم بصرف النظر عن ظروف صعبة، وحد يعرف الاحتلال وحد يعرف الحصار، ورغم ذلك استطاعوا أن يوصلوا واقع الأرض المحتلة ومعاناة أهالينا بالأرض المحتلة إلى الرأي العام الدولي، وبالتالي تحية لهم حقيقة. وبعد ذلك سوتني كيفاش نقدوا. لابد احنا أنا كيف قلت قبيل، احنا عندنا جيش من الإعلاميين الصحراويين، جيش ما هو شيء لا يصدق، وهذا الجيش كامل يحتاج لاحتضان. خالق اللي بشع المؤسسات، وهل هو منتمي للقطاعات الإعلامية مرئية ومسموعة ومكتوبة لظروف ما أنا لا أريد أن أخوض فيها، ولكن اللي كامل اليقين أنهم مرتبطين بهذه القضية الوطنية ومرتبطين في ميدان تخصصهم، بالتالي لا يجب أن يشكل لنا حرجا أن نعيد النظر في طبيعة التعاطي مع هذه القوة الإعلامية الشتى. الشتى شوف، خالقنا الوقش كانوا بناوا المؤسسة الإعلامية الصحراوية، عندهم تجربة في شق مثلا التقني مثلا، وذلك الظروف ما متوجهين في المؤسسة، راهم برا، ولكن شنو عقدة أن نحن نتصل بهم؟ بيان، لا ندخلوا هذا الموضوع لأن الشق التقني فيه ما ينقال. سابق ندخلوا هذا لأن فيه ما ينقال. الشق التقني تطور، وحتى أنت تشوف أنه أنت الحمد لله هذاك في الخارج وتراعي في هذا، يعني كل نهاية العام تتغير الأجهزة، يتغير ذا كامل. إذا التقني اللي كان خبير في مرحلة معينة قد يعود. أنا التقني راني نقول، أنا قصدي ما هو قال التقني الأخ محمد سالم، أنا راني لا سيدة في التحرير، خالقين في الترجمه، خالقين في كل شيء. ندخلوا هذا الموضوع لان فيه كراهات. لكن قبل ذلك احنا مع النهضه الاعلاميه اللي خلقت عامه، ودخول مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والواتساب، وسابق ذاك سكايب وذا الخلا كامل اللي ظهروا كذا وكذا، احنا عادي يعني مرتعل، اي واحد يكتب. احنا والعدو، احنا كاشحين على راسنا والعدو كاشح على راسه، وإحنا مانا كاشحين على راسنا والعدو ما هو كاشح على راسه. المهم معركة مفتوحة للجميع ياك. ويظهر على أنه هذه يمس. إذا نشوفوا على أنه مثلا خلق نقد جارح، خلق عيب كاع بعض الأحيان ينزل مستوى العيب، خلق حد يمس من المقدسات، يمس من الوحدة الوطنية، خلق اللي عاد يمس من الجبهة في حد ذاتها، خلق اللي عاد بدون رغبة منه يمشي في خدمة أهداف العدو، خلق اللي يشجع إلى غير ذلك. كيف تشوف أنت الوضعية من نجي تقيبها قلنا مثلا من 2004 لإله؟ شوف محمد سالم، أنت تدرك بأنه راني قلت لك بين احنا كنا عن ثقافتنا كانت مع إعلام تقليدي شيئا ما، خاصة الإذاعة والوكالة، خاصة الإذاعة والجريدة، وبعدين طورت وجاء السوشيال ميديا كلا يوظفوا كيف يحب. أنا راني لا أريد أن أتكلم عن الشواذ، ولا أريد أن أتكلم عن خارجين حتى واحد يشتغلوا العدو، وخارجين لمارتهم العدو يشتغلوا من حيث لا يدركون. موظفهم بطريقة هم ظانين يعني يخدموا القضية في الوطنية، وفي الحقيقة لا يخدموا القضية الوطنية في معالجة. يا غير ملي المعالجات واضحة، لأنه هو ذا كامل بين. أنا لا أتكلم عن الأسلوب الساقط، لا أتكلم عن التجريح، لا أتكلم عن التشهير، لا أتكلم عن هذه. أنا قلت لك قبيل هذه قضية نبيلة جدا، ولا أظن أن أنا حد يرافع عن قضية وطنية كيف قضية الشعب الصحراوي انطلاقا من نبلها، إلا يجب علينا أن نرافع عليها بشكل حضاري جدا وفي أرقى صورة وبأسلوب نظيف ومهدئ. أنا ماني ضد المعالجات هذه اللي تصب في الشأن العام، ماني ضدها، ولكن مع المعالجات الموضوعية ومع المعالجات التي تحدد الحدود. غير ذلك أنا أعتبره خارج السياق، مع كامل احتراماتي له. هذا اللي دير نفسه تشوف مثلا شوف القبلية، كتابات قبلية واضحة، تجريح فروقيس، تقزيم، كسر المكتسبات المعنوية، مس المعنويات العامة. وأحيانا واش هذو صحفيين بالنسبة لك أنت؟ أنا باش نحكم عليهم قد يعودوا هم مخرجين كصحافة، قد يعودوا خرجين، ولكن أنا راني دائما مأطر أي عمل في هذا الشق الإعلامي في بعده الوطني. طيب
في بعد ما معنى شنو؟ انا احيانا ربما ارى مع كامل احترامات ربما ارى بان المعالجه من اجل المصلحه الوطنيه تقف عند هذا الحدود، رغم انني ادرك بانه من مصلحتي ربما ان نتعمق اكثر، ولكن نقول لا هنا فقط، لانه هون عاد يخدم العدو. طيب بيان، هذا واضح، يعني خلق حدود. احنا في وضعيه خاصه. احنا وضعيه 75 هي الوضعيه القائمه ذلك. ياك الوطن محتل، الشعب مشرد، الخيرات تنهب. اذا اللي كسبنا بعض من التقدم على المستوى السياسي والدبلوماسي والقانوني وبناء الدولة الصحراوية اللي عندنا الحمد لله دولة قائمة، وهذا استثناء في التاريخ كامل. ما قط عدلت دولة في المنفى، وعدلت يعني حكومة في المنفى غير دولة في المنفى. احنا مثلا الصحراوي ولا الإعلامي ولا الباغي يعود إعلامي ولا القايل عنه إعلامي ما يمشي شور التعريف بهذا. كيفاش هذا الشعب الصحراوي قد يعدل دولة في المنفى اللي هي أول مرة في التاريخ، كيفاش عندنا مؤسسات وإحنا ما عندنا ثرواتنا الطبيعية وما نتحكمين في شيء. عندنا الصحة يقراو، وعندنا التعليم مجاني، وعندنا الصحة مجانية، وعندنا كل شيء، ما عندنا حد راقد في الشارع ولاجئين، ما عندنا حد بصابح جيعان والله ما هم تعيش. يعني إحنا ما يقيسوا هذا قايسين مثلا لا نقاط مثلا يشوفوها هما مثلا خاصهم يطاقوا عليها. واش بالنسبة لك أنت هذا الصحفي ديال المرحلة ولا ما هو صحفي ديال المرحلة؟ انا نظن عنه حتى ولو كان مختص، متفق معك. هو المرحلة الثابت فيها مرتكزها الاساسي هو البعد الوطني كيف قلت قبيله، ينتمي له لانه هو اللي يحدد. وعاقب ذاك منين نقول البعد الوطني احنا قبل كل شيء مناضلين. يعني الصحافي احنا ندوروا صحافي مناضل، صحافي ثوري، صحافي مناضل. طيب احنا هو اللي صحافي قيم الثوريه صحافي يحمل القضيه. لاني انا قلمي اريده ان يرافع عن القضيه الوطنيه قبل كل شيء، بغض النظر عن خلافي مع عمرو بن زيد وبغض النظر عن موقفي الى غير ذلك. واحد يقول لك على الجبهه مثلا، تمثيل الجبهه، واحد يقول لك على هيكله مؤسسات الدوله، واحد يخبط لك مؤسسات الدوله في القلب، واحد يجهز على المكتسبات، واحد يردع في المعنويات. هذا بالنسبه لك انت اعلامي ثوري؟ شوف محمد سالم، انا ما اللي نعرف هو انه الامور واضحه. باش تهاجم مؤسسه، لان مهاجمه المؤسسه شيء وتقييم المؤسسه الموضوعيه شيء اخر. باش نعودوا باش نولي ما نتو، لان ربما هو يظن انه مهاجمته، مع كامل الاحترامات انا احيانا عندي مواضيع نكتبهم قد يقول واحد عني جلد الذات، ربما يعود خاطئ، ربما تجاوز ديك الحدود. انا اصلا محدد في معالجه استفهام، لان غير فرق كبير بين تقزيم وبين التعريف لان انت احيانا احنا نعدل الاعلام ولكن نعدل الاعلام وطني، واحنا اعلامنا الوطني ما هو كيف اعلام حد ثاني. احنا اعلامنا الوطني عنده جمله قضيه وعندنا مسؤوليه اخلاقيه تجاه شعبنا. انا احيانا ربما ادرك بان هذا المقاتل يحتاج، ما نقول نقدم له قالب مزيف، نقدم على الاقل دعم له ونرفع معنوياته ونرفع الصمود. اعطيه شيء ما هو ولكن المعالجات انا لا، لكن الاسلوب المنحط انا لا اريد ان اخوض فيها، لان اصلا بين يعني حال هو وضعه بين مولي طبيعه القلم الذي كتبته. فاهم شيء احنا نرقى فوق، ولكن خالق مساله ثانيه هو مسؤوليه المعنيين بالاعلام. أراهم نشاطهم يجب أن يكون اتجاه هذا الملتزمين الوطنيين الإعلاميين المناضلين في كل الاختصاصات. مسؤولية، لأن نحن ندرك. ايش تقصد بالمسؤولين عن الإعلام؟ من الدولة الصحراء، من رئاسة الجمهورية، لأن أحيانا حدود وزارة الإعلام غير ما عندها إمكانيات، باغية تجيب الناس وغير ما عندها إمكانيات. معنى أنه يجب أن تنخرط في الجانب من رئاسة الجمهورية كامل تنظيم سياسي كامل. ولكن شنو المانع ان لا نربط روابط كيف قلت قبيل مع هذول الاعلاميين الصحراويين؟ هذيك فيها كراهات، هذيك انا اللي يرد عليك فيها كراهات. لان مثلا انا نحتاج واحد، احنا في الاعلام لا يفهم حد على مثلا التلفزيون الوطني ما هو لا التغطيه فقط، لا التوضيح فقط، ما هو التغطيه. لان شوف التلفزيون الثاني يجيك بضلك دقيقتين 3 وقيم. احنا نرشفوا ذاكره شعب، ذاكره ثوره، ذاكره كفاح وطني. اذا ما دمنا احنا خاصنا نسجلوا المؤتمر كامل،
احنا خاصنا نسجلوا الندوه كامله، احنا كل محطه خاصها تصور، محطه ما وصورت ولا ما سجلت بالنسبه لنا رانا ضاعت من تاريخنا. اذا لهذا انا نحتاج حد يشتغل معايا هون. انا شي ندير واحد في اسبانيا قاعد في اسبانيا يقول لي بيه محمد سالم. خليني نكمل لك. خصني هذا الرجاج اللي يمشي يعدل يشتغل، خاصو يمشي يعدل الشغله، يمشي يصورها ويجيبها ويركبها ويعدلها وكذا. هذا واحد على واحد رفيق ولا اخ مثلا راه واحد عنده مشاكله وهو ما خلق حد مشى عنده مشاكل. اذا ديك المشاكل احنا عارفين وطنيه الناس وعارفين مثلا قدره الناس، لان اغلبيتهم شباب ولادنا اشتغلوا معنا وتكونوا عندنا هون. يا غير عنده ظروف وإذا بزالوا درك خالق اللي يجي منهم يجي متطوع، عند درك واحد متطوع يجي مني يجي من اسبانيا يجي يقول انا راه جيت ويخدم متطوع. فهمت الله؟ يا غير هذا ما هو القالب التأطير، وذا كان ما هو المشكل كل واحد يقد يساهم. احنا كون في مواقع التواصل الاجتماعي معركه كبرها مولانا مع العدو، كل واحد يقد يساهم. ما تحتاج القضيه الوطنيه، ما خلق حد اللي يحسن ذلك، ما خلق حد يعبيك انت على القضيه الوطنيه. انت عارف المعركه القانونيه والمعركه الدبلوماسيه ومعركه الارض المحتله ومعركه مقاومات الدوله والمعركه العسكريه، هذو عند الجميع. اذا ما تحتاج انا نملي لك شيء تقول باش تدافع عن هذا ولا باش تعرف بمؤسسات الدوله الصحراويه، تعرف بكذا كذا، ترفع المعنويات. اذا ما احتاج نقول لك ما تحتاج والو، انت المناضل يمشي وحده. طيب محمد سالم، انت راك حددت النقاط، مرافعه ومناضل الى غير ذلك. انا منين نقول يعني المسؤولين الدوله الصحراويه تحديدا التنظيم السياسي، نقول انطلاقا من التسهيل، ادراكا اولا بواقعنا احنا بخصوصيات واقعنا، ان الشح في الامكانيات واستغلالا، لاني انا نجبر السلاح، انا ما نضيع السلاح اللي عندي مثلا. نقول لك مثلا ربما الاعلام ما هو كيف المؤسسات الثانيه. الاعلام تقعد في نيويورك تعدل ان بيش، الاعلام تقدم محمد سالم انت تلفن على اكس ولا يجريك ويعدل لك يترجم لك ان ارتيكل، والله يكتب لك افتتاحيه، والله يسجل لك متطوعين. اذا انا هذا هو قصدي، شفت؟ اذا انت لم عدله، ولكن يجب ان يمس كل القطاعات الاعلاميه، المؤسسات الاعلاميه، ولكن محدودين العناصر فيها جدا. يجب ان يكون موقف رسمي في ذا الجانب، انا موقفي ذا فيه. وانت مثلا هذا اللي يتشغل، هذا اللي يشتغل معك، راه بعض الاحيان خلق الناس اللي متطوعه غير خلق الناس اللي تطوع معك مره ثنتين ومفاتنا ما تطوع. حني اللي عشناها، خلق اللي تطوع معك مره ثنتين مره ثالثه يقول لك انا خصني اللي نقلني لايطاليا، ولا انا خصني اللي نقلني لمدريد. انا في هذه الحاله لا ينفرض علي عن نلود المصدر مادي، وهذا ما يقد يصح. اذا انا قلت انا خارج الاعلاميين مستعدين يشتغلوا الاعلام ويخلصوا اعلاميه هونتيه، خاصني نفتح قنوات نعود فليكسيبل. احنا نلودوا لهم، لان احنا نعرفوا كاع اللي ما هم داخل راسنا ضريك على انه كيفاش واحد عاطي صدره للقتال والشهاده من اجلنا كاملين، من اجل الصحراء، وواحد قاعد يتجر يدخل الفضاء وياكل الشحم واللحم وقاعد. ما تدخل روسنا كيفاش واحد عاطي صدره سميه، ولا واحد قاعد هون بلا راتب بلا شيء يشتغل من اجل القضيه الوطنيه، وواحد قاعد في اسبانيا وما يساهم باي شيء، ما يساهم وطال سنه وما يساهم باي شيء. اذا المشكل شنو هو؟ المشكل هون هذه قضيه الناس ايوه، هذا على شيء ندخل معك انا موضوع القيم. انا كاج يقولوا الصحراويين مهاميزوا منه. اذا احنا نعرفوا عن الثوره الكوبيه مثلا دايره امبوستوس ريفولوشناريوس، يعني المساهمه ديال كل واحد موظف في البلاد يعطي مساهمه للحركه باش تمنتين الثاني، باش تقبض الثاني. اذا منين قاست الجاليه عندنا احنا باش تمنتين الصحفي يقعد باش ما يهاجر، وتقبض الطبيب ما يهاجر، وتقبض الممرض ما يهاجر، وتقبض الموظف في الاداره ما يهاجر. اذا كيفاش؟ احنا عندنا مشكلتين، واش باغي نتقرر المصير الذاتي؟ كل واحد يمشي يلود على راسه، هذا ما غلبته، مع انه يعود تقرر المصير الذاتي. كل واحد من يمشي يلود في اسبانيا ولا يلود في شنو يشتغل ويدي عائلته ويحل مشاكله، غير راهو عايش مواطن من الدرجه الخامسه ولا مواطن من الدرجه السادسه. والله تقرر المصير الجماعي اللي حل مشكلتنا كاملين. ايوا يلاه نتقرر المصير الجماعي، اللي يقاتل واللي يشتغل واللي ما يشتغل يساهم ماديا، يساهم بالكتابات معنويا، يساهم باي شيء. هذا هو المطلوب. ندخلوا موضوع القيم لان كثرت لي موضوع اساسي جدا. احنا مشكلتنا مشكل القيم، يقولوا الصحراوي كل واحد مهمز منه. اذا القيم احنا كانت تحكمنا قيم، هي مازالت خالقه. قال القيم الدينيه كمسلمين هذا حرام، هذا مكروه، هذا حلال. وكانت الصحراويين يبتعدوا على الحرام ويبتعدوا على المكروه ويعدلوا للحلال. كانت القيم الاجتماعيه السرقه فضاحه، بط النساء فضاحه،
الاغتصاب فضاحه، حتى التدخين قال فضاحه. واللي عدل شي من ذو يهرب يزوق على الصحراء. اذا معروف على انه خالق عائلات اللي جداتها شلحه ولا جداتها من قبائليه ولا جداتها كتعرف عنه جدهم عدل فضاحه في المجتمع اصلا. كانت هذا هو اللي قال لنا احنا، لان احنا جيل ما حضرنا في ذاك الجيل. غير قال لك على انه منين تعدل واحد سرق ولده راهي فضاحه خاصو يزوق، واحد اغتصب ولده خاصو يزوق ياك. اذا كانت هذه القيم وخارقه القيم الثوريه اللي كانت جامعتنا: التضامن، التآخي، التكافل الاجتماعي، الوفاء للشهداء، عائلة الشهيد مقدسة، الشهيد مقدس، فهمتني؟ الرمز هو المقاتل، الرمز هو المفقود، الرمز هو المعتقل السياسي. هذه القيم كانت حاكمتنا. ضريك خلق أزمة في الأخلاق، في منظومة الأخلاق، أزمة في منظومة الأخلاق. يعني عاد تدروقة محلى حلال، اللي باغي يكمل باغي يسكر. عاد يابوها السارق تندار مظاهرة هون عند الرئاسة باش ينطلع السارق، وتندار مظاهرة عند الوزارة الأولى كينطلس مغتصب، ومنين مرق من الحبس يعدل له ديفيلي ويمشي وندار له احتفال. فهمت الله؟ وعاد الثورة بالنسبة لنا احنا المقاتل ما مخرصوا حد، عاد النموذج عند الناس اللي خرصوا، لا ذاك اللي عنده الفضة مهربها من المخدرات ولا ذاك السارق. إذا هذه القيم كيفاش نقدوا احنا نساهموا بها كإعلاميين، ياك نقدوا نرجعوا ذي القيم اللي لحقتنا ذي المرحلة اللي عندنا فيها قوة حقيقة. وفي الحقيقة قبيل أثرنا نقطة مهمة جدا، وهو هاي العلاقة القوية جدا التي تربط التنظيم السياسي بالإعلامي. مفهوم؟ نظن أنه إعلامي لا يعالج واقعه شوية، وخاصة واقعنا الوطني. هذا هو، لأنه أنا كإعلامي أعالج الوضع ولكن بحس وطني. والله ذاك الحس الوطني هو الذي يدافع عني دائما، مرجعته هو الذي يدافع عني أن أثير هذه المحارب. الظواهر هذه موجودة في كل المجتمعات، ولكن للأسف الشديد المجتمع الصحراوي ما نعود مثالي دياليستي، غير كان دائما مجتمع نبيل جدا، وخاصة من دخل مرحلة كفاح. وطبيعة نحن كمجتمع صحراوي نكسروا الأمة الصغيرة هي كاملة، نكسرها الرسل، نكسرها لأي حد مننا وأخوتنا وأحبابنا ومجتمعنا عموما. وما هو إلا اللي هذا الظواهر، بالعكس احنا منين كان حد يدخن قال له في وسط في فريق معين منبوذ. إذا نظن أن الدور الإعلامي مهم جدا في هذه المرافعة، يغير مولي المجتمع لأنه اتجاه الظواهر يغير اتجاه المجتمع. إذا كيفاش نحن للأسف الشديد انتظرت نقطة ويؤسف لها في الحقيقة، لما يعود الذي يقدم لا يقدس. ما هو مفهوم التقديس مفهوم، ولكن على الأقل يقدر. واللي واحد في دروغه وواحد بعض الجوانب الثانية دخيلة جدا على هذا المجتمع، واللي الحقيقة من الأسلحة اللي عاد مستهدفين في وحدتنا الوطنية وفي مسارنا وفي معنوية شعبنا وفي سيرارة كفاحنا في الحقيقة. هو اللي يقدر وتم رقاج. ما كان قام يولي عنده مبلغ مالي والله عنده يصبح من المواجهة وتقدم، وهذه مسؤولية العائلة، وهذه قضية تربوية في الحقيقة قبل كل شيء، فهم؟ ولكن تربوية ملي مرتبطة بهذا المسار. بالتالي إثارتها منين اللي ينجح الإعلام الصحراوي، ومن ينجح في القالب الذي يمكن أن يعالج فيه هذه الظواهر. إذن إبراز هذه النقاط وصيغة إبرازها وأسلوب يعني معالجته وتشريحها هون منين يعود من واجب الإعلامي الصحراوي والإطار الصحراوي عموما أن تعود عنده مساهمة فيها، لأنه لا من واجبه الانخراط في جانب، لأنه ما يقد ينترك التنظيم السياسي، لأن حتى التنظيم السياسي والتعاطي معه في 75 ما هو التنظيم السياسي والتعاطي معه في 24 باش نكونوا واضحين، لأن هذه قطاعات تبدلت كامل، حتى العقلية واللغة والسوسيال إلى غير ذلك. وبالتالي نظن أنا أنه من واجب بالعكس مفيد جدا للقضية الوطنية أن الإعلام الصحراوي يتم، وهذا هو التخصصات. نظن أنه التخصصات موجودة في هذا الجانب. ضيف على ذلك احنا مولي سابق ما نوحلوا في هذا احنا قال جانب الدين، احنا مسلمين ولا نبغوش ما هو شي صالح لهذه الأمة. وعقب ذلك احنا مجاهدين يعني مشردين من أرضنا، ويلا نعرفوا احنا منهم الشعب الصحراوي وش ندوروا احنا، واش احنا جينا باش نعيشوا الحماد نتموا هنا باش مدى الحياه والله جينا من هدف معين. هذا هو المشكل. ضيف على ذلك مولي حان الوقت عن هذا المسار يضمن انخراط الجميع. هي الصحراء للجميع، لان هذا الوطن للجميع، الصحراء للجميع طبعا، ولكن مفروض لانه في ظرف معين
ماني لا نبغي يا غير اللي ثارت لا يمكن أن يكون على قطاع على حساب قطاع، مع العلم أخذ بالاعتبار خصوصية كل، لأن في ظرف معين كان الأرض محتلة نعرفوا إحنا التعاطي معها كان ولكن بالمدة الثانية منين تم تبني الفكرة وعقب الانتفاضة السلمية تم الانخراط في ذا كامل. غير هل نجحنا، لانك انت راك تشوف صحراوي شيبان يا رواقيش واقف في تلفزة العدو يشكر المغرب عنه نموذج في حقوق الانسان، هو راح في الصحراوي تيبتطوا نجروا قدامه، هو السلطانه دمها مزال سميه ومينته مزال دمها ومين باعلي مزال دمها ومثل الفقير مزال دمها متبنبا الفقير مزال دمها وذا كامل كل واحده مزال فماتها ويراعي فيها يوميا ويوقف يشكر. عندك نجحنا في الاخلاقيات والقيم، منين يعودوا درك خارج الاحتفالات بالقبيله الفلانيه زار القبيله الفلانيه في سميه، اذا هذو خاصهم يبدوا لان هي صحراء الجميع. هذا هو الباغي نلحقوا على كاعلاميين. الوطني محمد سالم القضيه في المصير وفي الوطن الدبوس ما تنقبض من النص حبه فاهم. في القضايا المصريه القضيه ما جينا تحت عناوين الديمقراطيه وحريه الراي وما نعرف شنو تقول لي لا القضايا المصريه احيانا الصرامه تتطلب طبيعي، ولكن تتطلب كذلك القانون والنظام. غير ده يتطلب التفاهم، يتطلب على الاعلاميين يتوحدوا ويديروا الادوار التكامليه. هذا الاعلام الرسمي، هذا الاعلام ما هو هذا حر يقد يهاجم. انا مثلا قد نلحق الى هون غير هو قد يلحق الى هون، فهمت الله؟ انا قد ننتقد الى هون غير هو قد ينتقد الى هون. اذا اذا تخلق التكامل غير التكامل من خالق. انا ماني قلت لك وين مفروض سابق اي شيء خالق الماده البشريه خالقه. التخطيط يا محمد سالم نحن نحتاج الى تخطيط، نحتاج المنهج الاعلامي والتخطيط لا لان هذه مسؤوليه رسميه، مسؤوليه وطنيه، لا يجب ان ننتظرها من مبادرات كيف ولا كيف اكس ولا ايجريك ولا ايجريك. يجب تتحمل يا غير اللي تقاعسها تعدل الدوله خطه معينه وتستحضر هذه النقاط وهذه خلقه مسألة حسن ما تحتاج خلقه. انت راه قلت قبل مسألة، قلت عن مرجعيتك واللي يهمزك واللي يحركك هو الدافع الوطني. سياني في تهاجم، سياني في الدافع، سياني في تبرز، سياني في تعبي هذاك الوعي الوطني وذاك الاحساس الوطني هو اللي حركك. اذا انا ما نحتاج نقول لواحد ادخل صفحتك الفيسبوك واكتب. متفق معك. هو قلت الانخراط انا قبيل هذا هو خاصو ينخرط لوحده، ما يحتاج على الدوله تقول له قوم لي على فلان راهم عدل والله عدل لك لا هذا وحدك. شوف محمد سالم والله راهي خالقه ظاهره معينه. لا غايبه عنك تعرف بان المغاربه عندهم اكثر من 5000 الى 10000 وحدين مرقين من لف السوسيال 16000 وتعرف مراكزهم منين في السلو وتعرف الى غير ذلك والدور يلعبوا فيه وشنو اللي يحركهم وما الله الا محدد لهم مبالغ ماليه ويشتغلوا على حساب الرتب. هدفهم شنو هو؟ تضليل، ضرب المعنويات، استهداف وحدة الصحراويين، ضرب المخيمات ناهيك وتناغمهم مع الدور اللي تلعب المخابرات المغربية في الإرهاب وفي المخدرات إلى غير ذلك. هذا الشيء معروف. أغلبية الداخلوا مسامي صحراوية من هذا. شفت الواتساب أغلبية الداخلوا راهو هذا. احنا دي يبقى فيه فيك نيوز. احنا راني قلت لك وين احنا بريئين. يقوموا ينزلوا كان فيك نيوز خبر مضلل ويدرسوا به وترسلوا قال المخابرات المغربيه وتوكسيكي به وتشوف المغاربه لا يمرضوا، راهو المغاربه تشوف المعنويات، راهو الجيش المغربي وتشوف ردات الفعل وتدرس. الجيش المغربي غازي ما عنده ولو فهمت. ولكن هاي مساله وعي كذلك. منين يعود الخالق الاعلامي ما هو مستودع ذلك؟ يا غير المفروض عن حد يشعره بهذا النوع من النقاش. سول ارجع لتنظيمك السياسي، عندك مشكل ارجع لتنظيمك السياسي. واش انت التنظيم السياسي ديالك هي الامور هذه 1500 هذه 15000 واحد هذه 15000 واحد راهي تزايد عليك في الوطنيه. تقول لك الجبهه ما عدلت المغاربه. هو احنا منين وقفنا وقف اطلاق النار نقام على الجبهه ومنين رجعت وقف اطلاق النار ومنين قاسوا هذو اللي يقولوا لنا منين هو احنا ما نتكلموا عن العنصر الصحراوي، احنا نتكلموا عن استهدافنا من ادعاء الاحتلال من الموظفين. انا اخطر عندي هذا الصحراوي المصيد. انا المغربي صنت لي، المغربي ما يدخل داري باش يعرف كان يصنت لإذاعة الجبهه ولا ما صنت لإذاعة الجبهه. انا المغربي ما يعرف الطريق وحده بين تفاريتي وبهيريس، ما يعرفها. انا المغربي ما يعرف اش نعدل انا، لان لغتي وحده لغتي وحدها وعاداتي وحده ومعروف. غير انا مشكلتي من يعودوا يضربوني بولادي.
ولا جبروا في عن وعي عن وعي، او مشكلتي عن هذو ولادي اغلبيتهم عن عدم وعي، عن عدم قصد. وذا هو انا علاش متكلمين هذه الحصه. هذه الحصه معناها انه خاص الواحد حق بعد حنا نثيروا النقاش. ما في اي عقد، بالعكس الاحتلال يخيفه ان نثير هذه النقاش. لا نثيرها على ما نثيرها. لا تشكنا يعقد. بالعكس احنا ابناء، لاني راني نتكلم عن الذي ينشطون في فضاء الحضن الوطني حق بعد والبعد الوطني. ذاك ثاني برا ما اما شيء ثاني رانا ماني متكلمين عنه. وانا مولي باش نعود ماني نعود مثالي، هذا لا يعني عن خالق خونه ولا خالق عملاء وراهم معروفين وكاشحين على رؤوسهم. انا نتكلم عنه ذاك هو اللي كتكبر. راه احنا رسميا لابد ان نتحرك اتجاه هذو الاطر، ولا عندهم مستهدين نستهديهم حد. يا غير من اثاره هذه المواضيع مفيده جدا، لان تحدد على الاقل معالم هذا العمل الوطني الاعلامي في هذه المواضيع، في اثاره ما هو هذه القيم الاجتماعيه، هذا الموضوع، هذه الظواهر، هذا احنا انت هذا ترى قد جعود رجاج واحد ان بيرسوناليتي في الميديا سوسيال يدي دور 10,000 رجاج. يا ويلي طبيعي حسب خطابه ونوعيه خطابه كيفاش ويبدل لك 20 سرنيم ويعالج 20,000 نيم، الا الناس المختصين اللي يقدروا يحددوا لك الاي بي ومنين مارق وشنو المكان الى غيره. يا غير احنا هذا لا دليل ان المغاربه هذا الجانب الاعلامي منهزمين فيه. هذا هو الخاص احنا ندركه كاعلاميين صحراويين، وخاصنا نصعدوا في معركتنا، وبالتالي نصعد ولكن نفعل ونتطور. يكفن طبيعي يكفن نصعد ما يعقدونا. لا شك بالعكس. سمية تقول الدولة الصحراوية يقول لك تحذر، ايه حذر انه صفاق، ايه انا وطني وانا حذر، ايه شنو حذر، ايه يا غير بعد نقول عاش الجيش وما نقولش عاش سيدهم، ما نقول وما نقول عاش الملك، اذا نقول عاش الجيش ونقول يحيى الجيش، اذا يعقدوك. انت لك طبال، ايه طبال، ايه طبال حق، وصفاق حق بعد، صفاق للجبهة الشعبية تحرص على المعدب، وصفاق لجبهة الاصحاب الديمقراطية واطاراتها وقياداتها ايه يا غير يعقدونا. لا ما شو هو يعقدوا حد مقبول فيه عنه يقدروا يعقد. احنا ما يقدر حد يعقدنا في مرافع عن قضيه. احنا نفتخر انه نرافع عن قضيه، نفتخر عن قلنا على 10 جبهه الشعب، نفتخر عن نرافع عن كل حلفائنا، نفتخر عن تدعمنا الجزائر، لان المغرب خطاب حتى نشرح ما هو اكاديمي، نشوف تشريح الخطاب الاعلامي الدعائي المغربي مثلا مرتكزاته معروفه، البوليزاريو، انفصاليين، لي في سيغاري، لي في سيباريست، الجزائر، خطابهم نفس الخطاب هذا عندهم. لانه لا شوف الدليل عن شوف مثلا لما يعود انسان مثلا نقبض نعطيك مثلا نقبض جمال ريان مثلا اللي في الجزيره برسن، ويقول ان تويتر يعني يدير تغريده ويرافع فيها عن فلسطين ويبرز بان مثلا مطبع بمثلا النظام المغربي مطبع توم عليه 15,000 كامله ماخذين قايستو دونك. ولكن المغاربه يشتغلوا في حدود معينه، يشتغل يقول لك بون كيفاش نمس معنويات الناس، منين نقاط القوه ومنين نقاط الضعف، وكيفاش نستغل نقاط الضعف، نمشوا للسوسيال، كيفاش هم يعدلوا هذه الصراعات القبليه، يعرفوا منين يخبطونا باسكو هم دي بلوس يجبروا الثغرات. ضيف على ذلك هم اللي داخلين، احنا نعطوها لهم مجانا احيانا للاسف الشديد. علاش؟ وهذا اللي عاطيه مجانا راه ما هو عاطيه باش يخدم ضد قضيته، والله مثلا يعطينا حيث لا يدرك لا ردة فعل، والله لا قاش نقبض في موضوع معين ويقول قدشت واحد راك فهذو المغاربه اللي هما راهم في 40 مليون ولا اكثر، قدشت حد ناشر مثلا قاعده عسكريه عنهم، قد شفت واحد ناشر حساس قد شفت واحد ناشر اللاوة عسكريه واقفه عند جدار الظل والعار، قد شفت واحد منهم ذكر قال مات فلان. احنا هذا من القذائف اللي يطيح لهم متاكدين عنهم موتوا بالعشرات وبالمئات، يعني قد شفت واحد يقول هذا كذا هذا كذا هذا كذا، والله ماتوا 10 والله ماتوا 20، والله فلان الفلاني الله يرحمه. احنا 5 رواقيج ومنين تمرق وتا من هون قايسه الحفيره ينقال راهي مرقت وتا الفلاني رقم كذا وكذا، قايسه الحفيره راك فيها الحسن بولسان ومحمد سالم الجعبي. يعني لا لحقنا نوع مستوى معين في هذا وقت جانب الفكر انطرق لحقنا مستوى في هذا الجانب السوسيال، لان كريس كرسنا فكر، لا اقول كرس ولكن عاد فكر عندنا هو انه منين تقول انت طريق حققت شيء نوعي وتقول راهي جات في وكاله الانباء وتقول راه ورقاجين تخابطوا له، تمشي الناس صار ذاك الخبر تخابطوا له وخلوا لك ذاك الخبر المكسب، فاهم؟ لانه احنا اعوذ بالله نقول احنا مفروض علينا نوضحوا الامور. القضيه المصريه
ما تنقبض من النص. القضية المصرية شورها واضح، ما فيها مزايدات، ما فيها مزايدات، ما فيها شيء. احنا عندنا نقاس، عندنا نقايس، ولكن شنو صيغة معالجاتها إلى غير ذلك. الأهم صحراويين وخاصة منضويين تحت الجانب الإعلامي اللي عادوا بالآلاف ما شاء الله، مفروض عنهم تعود عندهم مساهماتهم مواضيع. أنا ماني ضد النقد، ماني ضد النقد واحترم كل رأي، ولكن النقد يعود نبيل ومستوى، ما هو نقد تجريح هادف طبعا، ولكن كذلك يجب ان يكون العدو قدام المغاربه يشتغلوا، يشتغلوا حتى بسيكولوجيا. المغاربه حتى يعني يستنجدون بعض الخبراء في علم النفس، يستخدمون بعض المختصين. اذا شنو كيفاش نقدروا ناثروا على وحده الصحراويين، كيف قلت قبيل، كيفاش نقدروا نكثروا معنوياتهم، كيفاش يعني الناس ما تشتغل، الناس تشتغل. انت درك الاعلام الرسمي درك ينهجم عليه يقول لك قلتوا لنا لا الوزير الاول دشنا، نقول لك الوزير الاول دشنا ونقول لك الرئيس دشنا. انت ما تشوف هذو المغاربه كيفاش اعلامهم يقض للحضيض. احنا قاعد نقولوا الحقيقه بالكذب، اللي منين خلق الزلزال في الحوز راه نكشتوش خالق، يعني لا بنيه تحتيه لا والو، عايشين دوله بالكذب. احنا ما نكذبوا، دشنا حق هذا راه مكسب. واش انت انا ندشن لك مستشفى، الجبهه تدشن لك مستشفى على رق الحماده اللي ما هي لها وبما عندها امكانيات وما عندها شيء، وما هو فخر لك انت كصحراوي. تقول لي انا تجيب لي دشانه، خاصك تقول لي شيء ثاني ما هو دشانه. اش نقول لك انا؟ اش نقول لك؟ نقول لك عند دايقو مرتين على 7 متر من الارض. والله هذا وزير عندك انت، والله عندك، والله زين عندك. لا نقول لك على انه الوزير الفلاني فاشل وكذا وكذا وكذا، وزير عندك انت. وعلى ما نقول لك عنه راه المؤسسه قامت وراهي ماشيه وراهي واقفه وراهي صامده وراهي كذا وكذا، ونقول لك على ان ما عندنا حد ميت من الجوع، ونقول لك عن ما عندنا حد عريان، ونقول لك عن ما عندنا واحد في العطش. هو لا عطشت عندي انا كي لا عطشت خيمه في الزر الفارسي هذاك اللاكسي خلق العطش في مخيم. اذا خسرت كوبا احنا رانا حركه التحرير. يعني هذا هو المشكله. انا اللي شايف انه على الاعلام شنو هو يا بولسان اللي خص الاعلاميين يتوجهوا شو رايكم نقدروا نساهموا حقيقه، نعودوا، لان احنا معركتنا هي المعركه الاساسيه. احنا هما نعكسوا هذا المكاسب في الجيش، احنا هما نعكسوا المكاسب العسكريه، احنا هما نعكسوا الارض المحتله، احنا هما نعكسوا المعارك المكاسب الدبلوماسيه، احنا هما اللي نعكسوا الدوله ومؤسسات الدوله، احنا هما اللي نعكسوا التقدم الحاصل والمكاسب. اذا كيفاش هذه المكاسب؟ واش احنا متعاقدين نعكسوا مكاسبنا؟ لا اسمع، ما بالعكس. شوف احنا الغايه احنا عارفين عنا، كتب لنا مولانا والقدر عنا الرافع من قضيتنا الوطنيه انطلاقا من فضائها الاعلامي. طيب هذا الساعة واجهتنا، ولكن كل واجهة من واجهات الجانب العسكري الدبلوماسي الاجتماعي عندها مرتكزاتها وعندها السياسة وعندها خططها وعندها برامجها وعندها مناهجها، مناهج عمل تحديدا. فاهم؟ منين تعود الناس دار كذاك البعد الوطني دائما نرجع له، دار اللي عنه لا تعود مكسر روسها في الأساليب اللي لا تجبر رفع. ولكن الأساسي من ذا كامل احنا خصنا نعرفوا بأنه سابق ما نتلفتوا شهور مصارينا هدفنا هو العدو. حقا فكرنا هو العدو، ولا دركنا على انه مستهدفنا في قطاع معين ولا في جناح معين ولا في بلد معين، نعرف كيف يعني نفند هذا ونهاجم، ولا نفتقر طبعا لحجج المهاجمه ولحجج التفنيد ولحجج المتقله. غير مولي راه ما عندنا عقده، وهذه موقفي طبعا ما عندنا عقده ان نثير اي شيء في النقد البناء، لا يخيفنا. بالعكس انا نظن على العدو يخيفه ان نثير هذه المواضيع. اهم شيء بالنسبه لي انا، وهذا شيء مفرح في الحقيقه ويشكل ارتياح، لانه عندنا قوه اعلاميه صحراويه مانيش داخل تحت ما هي مستقله وما هي خاصه وما هي. عندنا اللي اسمه تستحق عن حد ينورها، تستحق عن يستهديها قطعا عن إثارة هذا الموضوع. الأخ محمد سالم مشكور، تفيد جدا، وتستحق أن تدرك ملي حدود معالجاتها لشأنها الداخلي. حقا ورانا مفتوحين، راهم ما خلق واحد نتحدى اي واحد قد تمشى عمل معدل وتطوعي وصالح للبث ما بثنا، ما هي خالقه اي واحد اسوى منين عاد
اعلامي نعرفوا عنه مساهم في اطار القضيه الوطنيه في تغطيه ولا في اي شيء واشانا احنا، وحنا مرحبين باي جهد مطلوبها. ذاك الاخ بولسان، وحنا في ختام هذه الحصه، احنا الحصه يعني درنا دردشه، ما هو ما خليت البرنامج بشكل خاص لان احنا اعلاميين كاملين وزين عندنا نعدوا الدردشه، ما خليت برنامج سؤال وجواب وكذا، بل اخترت على انه يعود حوار مفتوح يساهموا معنا الرفاق ويتابعوا الرفاق يعني، وكانوا حاضرين معنا. انا ما مسينا ياسم القضايا، انا ندورهم اللهما ندوروا لا نزرقوا الكره للنقاش، نزرقوا الموضوع للنقاش، ورانا متفتحين على اي اقتراح اي شيء في ذا الجانب باش نقدوا نجعلوا على الاعلاميين في مستوى سما. ذاك الاخ شنو هو عقب تقييمنا في هذا؟ احنا في مرحله حرب التحرير كيف قلنا، الكفاح المسلح المطلوب منا الاولويات راهي رجعت الحرب، اللي هما ميدانين، عندنا ميدان الحرب وميدان الارض المحتله، هذو هما الميدانين الكبار اللي في الواجهه مع العدو. عندنا الدبلوماسيه والاعلام اللي عايشين على ذو الميدانين، وعندنا الدوله ومقاومه الصمود. درك بالنسبه لنا باش توجهنا في رايك انت كاعلامي يعني بارز، اعلامي متميز معروف، فهمت الله، وبتجربتك الحمد لله وبخبرتك ومتابعتك، وما قد توقفت سواء الصف العام وسواء في الخاص، ما قد توقفت على المساهمه في الاعلاميه، يعني هذا لا هذا ما هي مجامله، هذا الواقع. اذا شنو هو التوجه العام اللي توجهنا به الاعلاميين كاملين، سواء كانوا رسميين ما هم رسميين، هواة مدونين اعلاميين مختصين، اللي بغى باش نقدوا ننجحوا ذي المعركه ملي ونساهموا في نوجهوا الناس حول هذا التوجه. انا نظن انه هذه انا نقترب الحمد لله، عندنا نقترب من السنه 60 خلاتني نستنتج انتاج واحد، وأنه ما نخاف على الصحراويين. ومن جات العودة للكفاح المسلح قلنا عنه الهبة جسدت هذا الفكر. صحراويين طبيعتنا نقلها، وأحيانا إلى غير ذلك غير منين نعود تتحق الحقيقة تجبرهم حاضرين. وبالتالي نظننا عن الإعلاميين الصحراويين يعني شريحة يعني مثقفة وشريحة واعية، من خلال اللي نقاشت مع العديد من الزملاء باش تعود منصف ما عندهم اي مشكل يساهموا في اي شيء يجبروا، وراهم غير مساهمين الحقيقه. يا غير مازال خالق نقص اكيد، ويا غير بلي دور الجاليات دور كبير، ودور المؤسسات الوطنيه دور كبير، ودور الجسم الوطني عموما دور كبير. نحن لابد عندنا الماده، الفو سافار كومون اورغانيزي هذا ماتير، يعني كيف حد النظم، لان هذا الشتات احيانا لا يفيد. الشتات لانه الشتات معناه تشتت الافكار. معناه المغاربه يشتغلوا، ما خالق قطاع باش نعود وطن، ما خالق دوله في العالم خاصه استغلال هذا الميديا تشتغل عبثا. الناس عندنا استقانه، نعرفوهم انهم يشتغلوا في جروب، نعرفوهم انهم يشتغلوا من جميع انحاء العالم، مهم همهم لبلدهم وكيف يرافعوا عن بلدهم، كيف هذا يرافعوا قصة عنهم. المغاربه ماشيين حتى هم جامعين روحهم يغير في التضليل وفي تجاوز القانون الدولي والسموم الى غير ذلك، وهذا خطابهم وهذا الاعلام المغربي. المغرب نعرفوه، ما يقدر حد يزايد علينا في المغرب، لان نعرف شنو هي ضوابط الاعلام المغربي واللي تحركوا مرتكزاته وشنو السند الدعائي والدعاء كله نعرفه. المغرب ما يزايد علينا حد، ونعرفوا ايش عنده بلي ما يقدر يزايد علينا حد من المغرب. ولكن نحن كاعلاميين صحراويين اعطانا مولانا عداله القضيه، طورنا بفضل الغلاف الكبير اللي هو الهم الوطني والقضيه الوطنيه، ثم يعني تكونوا صحراويين ما شاء الله، تكونوا صحراويين. والانسان الصحراوي عصامي جدا، الدليل أن المؤسسة الإعلامية خرجت من أبرز الدبلوماسيين الصحراويين مارقين من المؤسسة الإعلامية، معناها يعني مؤسسة تكوين إلى غير ذلك. الآن مفروض كذلك عنا يعني نتشاور فيما بيننا، ونشوفوا أين أخطأنا وأين أصبنا وكيف نتقدم، لأن ما ناقصنا شيء. ما هو عندنا نطرح ونظن أن الصحراويين من تحق الحقيقة فيها خاصة بالإعلاميين الصحراويين، ثم دور الجاليات، دور التنظيم السياسي، دور هذا اتحاد الصحفيين، دور الكتاب، دور كل شيء يستنهض، واستنهاضه يتم بالتشاور إلى غير ذلك. هذا لا ينفي دائما الدور الرئيسي المؤسسات. نستغل الفرصة ونبغي نشيد حقيقة الصمود الإخوة في القطاعات الإعلامية الصحراوية، التلفزة، الإذاعة، الوكالة، المؤسسات إلى غير ذلك، وخاصة نعرفوا قهر شح الإمكانيات إنصافا ولهم مجاملة. أدرك بأن الإعلام الصحراوي في المؤسسات انطلاقا من تجربتنا أحيانا يريد أن يقدموا أكثر، يا غير الله غالب ما إحنا لاجئين، ما عندنا إمكانيات، نبغى نمرقوا الصورة الإعلامية في أحسن رونق،
ندرك كذلك يعني احيانا الامكانيات ما هي متوفره، ما عندناش يا غير بعد ذاك الحقيقه وذيك المعالجات وذاك التكوين وذاك متوفر، وهذا هو الاساس جدا، وهذا السلاح مهم جدا. وبالتالي ان شاء الله هذه قضيه نبيله جدا. الاهم هذه مدرسه اعلاميه صحراويه مسؤوليه الجميع المرافعه عنها، مدرسه بنيت بالدماء. نستغل الفرصه يعني نذكر كل الشهداء هذه المدرسه تحديدا واللي قدموا ملي من التحديات، وندرك بانه يجب ان نسير، لان احنا نضرك في السوشيال ميديا شيء ثاني، السوشيال ميديا شيء ثاني غائبين وللاسف الشديد. احنا حاضرين احيانا نعودوا حاضرين اكثر من التقزيم من الفائده، احيانا سلبيين احيانا، واحيانا مولي غايبين حتى في المرافعه تجاه القضيه الوطنيه، لانه نحن الصحراويين هذه كارثتنا. انا منين نعود في بلاد المسائل اللي شايفينها احنا نشوفوها عاديه، هي كبيره غير احنا شايفينها عاديه ما غاديين فيها. انا مقدرينها والله. احنا الصحراويين كل حد يشعر بانه يعني يدرك بانه السفير هذه القضيه الوطنيه بصرف النظر عن اي مكان فيه. هذا هو الاساسي. انا نشكرك جزيل الشكر. حقيقه هو الواحد ديالته يستهدى ومستهدين كاع، الا خاصنا ننظموا شويه مراتب. هو حد بلا وطن ما عندوش، وحنا هون من اجل الوطن، ولا ما حرر الوطن رانا ما عندنا شيء. لا شيء. كيف؟ لانه حد بلا وطن حد لاجي، اذا عندك لا مسألتين، الا الوطن والله مواطن من الدرجه الرابعه ولا الخامسه في واحده من دول الجوار، ولا الاندثار لا قدر الله، والاندثار لا قدر الله. والثوره ما هي لعب، ما تقدر تبداها وتمحيها، من تمحيها لا يعود نهايتك. لهذا لابد ان قضيه محمد سالم منتصر، لابد ان ما هي قضيه نعودوا مقتنعين حق بعد هذا هو عندنا قناعه، نعودوا مقتنعين عندنا الثوره علناها من اجل اهداف، وذيك الاهداف ما لاهي نوقفوا دون ذيك الاهداف باللي كلفت، بالدم بالروح باللي بغات، المهم اللي كلفت لنقيسوا ذيك الاهداف. غير اسسنا واحده، نحافظوا على الجبهه كتمثيل، نلتفوا حولها ونتوحدوا، والوحده خالقه الوحده، غير الوحده بمفهومها الشامل، وحدتنا في العادات، وحدتنا في القيم، وحدتنا في المثل. واش يا صاحبي تتضايق مع جارتك على سبة متر من الارض ديالها سموها؟ واش يا صاحبي تتضايق مع جارتك على سبة ولدك مغتصب منتها؟ واش تتضايق مع جارتك اللي تمام 75 هي معاك على سبة ولدك جاب المخدرات يبيعها لولدها؟ يعني الوحده خاصها تعود شامله وتعود مفاهمه هذا كامل. والذل والعار الصحراوي، شوف صحراوي تنجر وتبطط وهو واقف، والله صحراوي يبطط. الناس راه كانت من يتقيم العطف الداخله يا حركتي ندوف، ومنين يقيم العياط في التفاريتي يجي طرفايه، لان الصحراوي كانوا ذنبتهم منين يمتس اي واحد منهم يمتس الجميع. واش قال ضريك يعني اللي احنا في سطله واحده كاملين من محمد الغزلان الى الداخله في سطله واحده. اذا يا عايشين عيشه كريمه يا ميتين موتا ملي كريمه. يعني تجربه ديميزيك خاصة تثبت للصحراويين العنصر الصحراوي. الجبهه قاعد تثبتها محمد الغزلان. تعاطي الاحتلال المغربي لما جات احداث ديميزيك ظهرت في الشارع مستوطنين قوات الاحتلال والصحراويين وحدهم، ما هم فرقين على هذا. كان يشتغل مع المغاربه والله يشكم لهم، والله ذوك اللي قابضين يستغلوهم، والله ذوك اللي عندهم. ترى قلت مسألة مهمة جدا، هو أن الوطن وطن الجميع والجميع تساهم، الجميع تساهم. خيرات ضروري. التاجر اللي في المدن المحتلة يالتو يساهم، يالتو يرفد العائلات المعتقلين وعائلات المفقودين، يالتو يساهم ويالتو يحل مشكلة اللي قطعوا الاحتلال قطع المكرطيات، ويالتو يحل مشاكلهم. التاجر اللي في المدن المحتلة يالتو يساهم، وهذاك اللي يقول عنه منتخب فرض عليه يساهم من حماية الصحراويين والدفاع عن القضية الصحراوية. لأن الصحراء الجميع مشاكل عنهم اللي يختار المغرب، ولاده هذا اللي مطايحين الدكاترة مطايحين قدام البرلمان في الرباط يوميا، وذم الأساتذة والدكاترة يظهر يوميا ما عنده باش يعيش. عنهم اختيار الصحراويين عن اللي يختار الصحراويين عن المغاربة ابدا، وراه واهم حد يمشي في ذا الاتجاه. اذا انا نشكر باسمكم الاخ بلسان اللي اعطانا هذه الفرصه، الاخ الحسن، وناقشنا فتحنا الموضوع. فقط نريد نثير شفتوا الايام الى تابعتوا مجموعه من الحصص حول منظومه الاخلاق، ومنظومه الاخلاق هذه اللي تحكمنا كاملين، اللي نحافظوا عليها، يلا نساهموا كاملين عن ديك منظومه الاخلاق اللي تحكمنا، ديك المثل والقيم الدينيه والاجتماعيه والسياسيه اللي لحقتنا المستوى اللي مات لا راجع، يلا نحافظوا عليها باش نلحقوا بها المستوى اللي احنا باغيينه اللي هو الاستقلال. نشكركم ولا نلتقي في حصة قادمة. دمتم في امان الله. شكرا جزيلا الاخ حسن، اهلا وسهلا بك، مرحبا بك.